عالم النساء والتوليد عالم مليان غموض وأسئلة كتير. أول سؤال جالنا وهو هل الحركة غلط على الحمل ولا لا؟ احنا النهاردة موجود معانا دكتور أحمد الخضري استشاري النساء والتوليد، هيرد على كل الأسئلة اللي جات لنا. بنرحب بوجود حضرتك معانا يا دكتور. بداية بنرحب بيكي الأستاذة أمال، الإعلامية القديرة والإعلامية اللامعة في عيادتنا في الزقازيق هنا، وفخر مركزنا ومركز الإبراهيمية، وبنرحب بالتيم بتاعك. بالنسبة لموضوع حركة السيدة الحامل مع الحمل، طبعا الحركة مش ممنوعة، بالعكس هي مفيدة جدا. الحركة الخفيفة دي مفيدة للحمل لأنها بتحسن الدورة الدموية في الجسم، وبتحسن موضوع التورم اللي بيحصل مع الحمل. طبعا ما تكونش حركة عنيفة، ما يكونش فيه إجهاد، ما ده كله أمر طبيعي يعني. السؤال الثاني بقى اللي جالنا يا دكتور بيقول بحس بتنميل وخدل في رجلي وأحيانا الإيدين. ده طبعا أعراض ممكن تحصل في الحمل نتيجة التورم بتاع الحمل اللي بيحصل في القدمين وفي الإيدين، وطبعا ممكن يكون نتيجة نقص الكالسيوم، نتيجة نقص فيتامين بي، ممكن يحصل نتيجة نقص المغنيسيوم. وطبعا علاج الأمور دي بسيطة، يعني بناخد طبعا المكملات الحديد والكالسيوم وفيتامين بي والمغنيسيوم والحاجات دي. من ضمن الأسئلة اللي جات لنا برضو يا دكتور اللي هي السفر مع الحمل، هل تنفع تسافر في الحمل ولا لا؟ طبعا موضوع السفر مع الحمل ده احنا بنتجنب السفر في أول 3 شهور، طبعا عشان نبقى قلقانين من موضوع الإجهاض المنذر أو الحمل المهدد إنه يحصل. بنوصي دايما بالراحة في أول 3 شهور. مسموح في طبعا السفر في خلال الشهر الرابع والخامس والسادس. طبعا السفر بيكون بحذر في الشهور الأخيرة، يعني ال3 شهور الأخيرة، السابع والثامن والتاسع، طبعا عشان نتجنب موضوع الولادة المبكرة أو الطلق المبكر أو أعراض الإجهاد اللي ممكن تحصل. وفي كل الأحوال طبعا وسيلة السفر لازم تبقى مريحة. مفيش مشكلة من السفر بالطيران في الشهور الأخيرة والشهور اللي هي الرابع والخامس والسادس. حتى شركات الطيران دايما بتطلب شهادة صحية أو إن الحمل مستقر. مفيش مانع من السفر، بس بتكون وسيلة مواصلات مريحة يعني. ومن ضمن الأسئلة كمان اللي جات لنا اللي هو ينفع أشرب قهوة وأنا حامل ولا بتبقى غلط على الجنين؟ ممكن طبعا، مسموح إن احنا نشرب قهوة مرة يوميا، طبعا مش كتير، لان الكافيين دايما الكتير بيأثر على البيبي. كمان من ضمن الأسئلة المهمة اللي جات لنا اللي هو ينفع أعمل ليزر وأنا حامل ولا لا؟ هو جلسات الليزر وفي إزالة الشعر في الجسم، هو جلسات الليزر عامة بصفة عامة مش ما بتضرش الجنين أو ما بتأثرش على الحمل بصفة عامة، ومش ممنوعة، ولكن نتائجها مع الحمل بتبقى مش الأفضل. ده نتيجة الحالة الخاصة في الحمل، الجلد، نتيجة التورم وحالة الجلد، فبتبقى نتائجه مش الأفضل، نتيجة ممكن يعمل تصبغات في الجلد بيصعب إزالتها بعدين، ولذلك إن هو يفضل إن هو يؤجل لبعد الولادة. دلوقتي بقى معانا آخر سؤال اللي هنختم بيه اللي هو حقنة اكتمال الرئة يا دكتور لازم أخدها ولا في الحمل؟ اللي السؤال بيقول كده، هل الحقنة لازم تاخدها ولا عادي؟ هو طبعا لا شك إن حقن الديكساميثازون اللي هي معروفة بحقن اكتمال الرئة مهمة لمنع متلازمة صعوبة التنفس للأطفال حديث الولادة، ولكن هي الفكرة مين ياخدها أو إمتى ناخدها. طبعا ناخدها في حالات اللي سبق ليها ولاده مبكره قبل كده، او اللي جالها طلق مبكر، او اللي عرضه انها يحصل ليها طلق مبكر او عرضه لولاده مبكره، زي حالات زياده السائل الامنيوسي او حالات التوينز التوائم، حالات الحمل المتعدد او التريبلت. الحالات اللي بيكون فيها عرضه لازم ناخدها. غير كده اصلا الرئه بتكتمل نموها عند 33 اسبوع. موضوع ان احنا ناخدها برضو بيبقى مهم ان احنا ناخدها في حالات الالكتيف سيزيريان سيكشن او القيصريه الاختياريه. في حالات القيصريه الاختياريه يفضل ان هي تتاخد قبل الولاده ب5 ايام، ده وجدوا ان هو بيقلل حدوث متلازمه صعوبه التنفس عند الاطفال. معدل حدوث الصعوبه المؤقته في التنفس برضو TTN او ترانزيت تاكيبنيا اوف ذا نيوبورن دي موضوع. لكن
طالما الحمل مكتمل عدت ال 36 اسبوع، مفيش اي مشاكل من الام الولاده المبكره، مفيش داعي ان احنا ناخدها. وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرة الأسئلة اللي الدكتور أحمد الخضري استشاري النساء والتوليد رد عليها، وبنشكركم على متابعتكم، وانتظرونا في سلسلة الحلقات مع دكتور أحمد الخضري.